شباب والسلام عليكم. فيديو جديد وحلقة جديدة. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام والدعوة لإخواتنا في فلسطين. وقبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وتخبطوا زر لايك. وخلونا نخش في وخلونا ثانية واحدة كده. وخلونا نخش في الفيديو على طول. منصة SGO، منصة استثمار من 2017 لحد إلى 2024، حوالي 8 سنين. تمام. كانت عبارة عن منصة استثمار بيكون انت داخل فيها 10,000 وبعدين يخرج لك منها 25,000. وبعد كل الهلمة والهيصة والزيطة من 8 سنين لحد دلوقتي، المنصة هبقت خدت الفلوس اللي نصب عليها طبعا ملايين من 8 سنين، يعني نصب واحتيال درجة أولى. والناس اللي حطت فلوسها واتنصب عليها انتوا اللي جبتوا لنفسكم. يعني تاخد 10 وترجع لك 25,000، انتوا ناسيين ان ده حرام، ان ده ربا او مراهنات عامة. ادي اخذ الفلوس الحرام يا معلم. البس يا حبيبي. ليه ما تشغلوش فلوسكم بدل ما تحطوها وتاخدوها اصلا بزياده وفلوس حرام؟ شوف، المال الحرام لا يدوم. اتنصب عليكم بسبب، اقول لك العيب مش عليهم، العيب عليكم انتوا. العيب عليكم يا اللي ماشيين تاخدوا فلوس بالساهل، لا حد بيتعب ولا بيعمل. النصبايه جت من هنا، خدت كل اللي ورا واللي قدامه، خدت ملايين وهبقت. انتوا السبب. انتوا العيب مش على المنصه النصاب، العيب عليكم يا شعب، يا اللي المفروض متعلم ومتدين. ما تعملوش كده. نفسي اعرف احنا ليه التخلف الشعب بتاعنا ما بيحبش يفكر. تخيل، يعني حوالي ملايين 8 سنين 8 سنين بينصبوا على الناس. 8 سنين يعني ياخد 25,000، يعني الواحد حط فلوس فيها، المفروض ياخد فيها بقى كل بعد ما تخلص ياخد فلوس زياده. لا، هم بقى النهارده هبقت وقفلت فص ملح وداب. والله انتوا ناس غريبه، والله شعب غريب ومريض نفسي. والناس اللي بتقول استثمار لمستقبل افضل، قصدك لنصبايا جديده، يا شويه نصابين. فين القانون اللي بيحمينا؟ فين يعني اقول ايه؟ فين المسؤولين على الالكترونيات والتكنولوجيا ويشوفوا ويعملوا؟ لا، هم عجبهم النصبايا. اقسم بالله ما شفتش بجاحة اكتر من كده. احنا دلوقتي بنقول ربنا يهدينا. لا عايزين حاجة. انتوا عملتوا بتحسبوا كده ليه؟ ما كان ممكن تشغلوا فلوسكم وتفتحوا مشروع صغير بدل ما تحطوها في منصة نصابة حرامية. بنت مش عايز اشتري. ما تاخدوا خدوا بالكم من خدوا بالكم من اللي قدامكم. اللي قدامكم ده مصلحته ايه؟ نصب ولا حق؟ اولا النصب، نصبوا
وشغلهم حرام بإنهم حط فلوسك 10 ويرجعوا لك 25,000. ده هيبقى وده حرام. احنا عقل مفيش. انا مش قادر اقول اكتر من كده. ربنا يهدينا اجمعين، ويا ريت نرجع لصوابنا ونراجع نفسنا عشان ما نحاسبش يوم القيامة على اعمالنا. وده كان طبعا اخر الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وتضغطوا اللايك الجميل وتعليقكم. وقبل ما انهي الفيديو، في تطورات جديدة في قضية نهى صلاح، هيبقى ليها فيديو ان شاء الله. لو على الجمع كان هيبقى فيديو في رمضان ان شاء الله، بس في مكان مختلف. يا ريت اشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة. السلام عليكم.